خلاص يا جماعه خلاص. طبعا رجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، ومعانا عضو مجلس اداره نادي الزمالك ونجم نادي الزمالك المحبوب جدا واللاعب الخلوق كابتن حازم امام. برحب بيك كابتن حازم. يا كابتن ربنا يخليك، كلكم طيبين. كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك، ربنا يبارك فيك. احسن اللعيبه اللي تواجدوا في نادي الزمالك شهاده كبيره. لا فعلا ده حقيقي كمدرب وكلاعب اخلاقيا في الاول، وانا حابب ان انا اقول اخلاقيا في الاول بجانب طبعا المهاره الكبيره جدا. لعبت معاك يا كابتن الاول ده طبعا انا كنت سعيد جدا، لكن لحقت حضرتك. لا انا كنت سعيد جدا بوجود واحد ناشئ لاعب ناشئ بيقوم في امل كبير جدا ان وقفت جنبنا والله كتير فعلا. حضرتك اول ما طلعنا انا فاكر كان انا وصبري ومدحت ومعتمد حضرتك ما شاء الله يعني، وحضرتك والكابتن اسماعيل والكابتن. بس انت كنت طيب ومؤدب غيرهم خالص يا حازم. ما انا لسه كنت ما زال يعني مؤدب قوي وانت صغير كده وما بتتكلمش بحرجك من ادب، وبعدين ابتديت بقى يعني كوره بتعلمك شويه. لكن عاوز اسالك سؤال سريع كده، يعني انت شفت طبعا الاهداف اللي جت دلوقتي من بتاعت كابتننا الكبير طبعا كابتن حماده، مين احرف فيك انت ولا هو؟ والله في ناس بتقول هو وفي ناس بتقول انا يعني. لا انا عاوز بس هو كان هداف، هو كان هداف. انا بسالك سؤال ليه؟ انا ما اعرفش، ما شفتوش والله، بشوفش الحاجات اللي هي دي، ما دي حاجات كويسه. طب يعني انت حاسس ان هو كان اعلى منك ولا؟ طرق اللعب اختلفت في الجون كان احسن، يجيب جوان اكتر مني، بس طرق اللعب كانت بتساعد. بس هو كان يعني عنده سنس اكتر، جاب جوان اكتر مني بكتير. ده في ماتش مش عارف جاب في 18 باين وجاب 5، طبعا بتساعد طرق اللعب طبعا. ما عند كابتن حماده امام كان فيها بيلعب 4 فراوده، انت كنت بتلعب ما اعرفش ان بيلعبوا 5 فراوده على 3 ديفنس، اكيد لازم يجيبوا جوان كتير يعني مش عارف. يبقى الرد يوصل بقى كده الرد. لا يعني حتى المدرب ساعتها يعني ما هو شايف 5 بيهاجموا، بيلعبوا ب5، ما يلعب 5 ورا يدافعوا يعني، ما عشان يجيبوا جول. سنس غريب جدا. بس كانت كوره احلى اكيد. بس انت انا يعني شفتك في اوقات كتير جدا انت كنت بتعدي من 5 الحمد لله. يعني الناحيه المهريه عندك كانت عاليه جدا. حازم ما كانش نفسك ترجع تلعب تاني الفتره دي؟ السنه اللي فاتت لا، يعني بالعكس السنه اللي فاتت الحمد لله انا ما لعبتش. لو كنت لعبت السنه اللي فاتت وطلعنا السادس دي كنت هيخلص خالص بقى خالص. انا كنت فاكر حازم كانوا دايما وانت بتبقى موجود بره حتى يقول لك حازم امام السبب. يعني حاجة. غريبه جدا اي حاجه حازم امام السبب، واللعيب بيبقى زعلان يقول لك حازم امام السبب. واحد بص هو ماتش انت موجودين مع بعض كلنا. ايوه ماتش المقاولين ده. ايوه المقاولين عرب 2-0 ده انا مين اللي شايلك ده حازم؟ حضرتك كده. طيب يا كابتن. قاسي سعيد فريق الاحلام. وانت كنت من الناس اللي عملنا ماتشات حلوه والله العظيم، من احسن اللعيبه اللي جت في نادي الزمالك فعلا يعني حقيقي. قادر عبد العظيم بقى الحكم من ماتش الاهلي والزمالك. عايزين نرجع بقى للكلام ده. حازم الامور في نادي الزمالك الفتره دي كلنا قلنا ان في استقرار بقى واضح جدا، والامور بقت مستقره بصوره كبيره جدا. وبعدين فوجئنا طبعا زي ما كان كل الناس بتقول في صفقات سوبر هتتعمل وفي ناس كتير جدا موجودين. ويمكن انت كنت معانا، يمكن انا عاوز برضه اعرف الناس انت ما كنتش متواجد في الفتره الاخيره في مصر. انت لسه راجع من السفر من حوالي 3 اول امبارح من يومين بالظبط. ده ثالث يوم ليك في مصر. بقالي 25 يوم بره. يعني عايزين نعرف الناس. طب يعني اكيد انت كنت ملم بالامور دي كلها، عايزين نوضح للناس ايه اللي بيحصل في نادي الزمالك. والله يا كابتن بص هقول لحضرتك حاجه، يعني انا وانا بره حتى كنت بسمع ان في برامج كتير بتطلع تقول الزمالك صفقاته مش قويه، والزمالك ما جابش حد، والزمالك مش بنفس اللي احنا كنا متاملين. انت حضرتك دلوقتي بتتكلم الدنيا اتغيرت نوعا ما في مصر. الانديه كلها دلوقتي ما بقاش كل واحد بقى طبعا في الدوري. الانديه يعني اللي بتنافس مثلا بتروجيت، ام بي، حرس الحدود، كل الانديه دي بقى عندها امل انها تخش تاخد دوري او تلعب في افريقيا او تلعب في العربيه. اتجرأت يعني بقى في جراءه، بطولات كترت يعني. ما بقاش في حد يسيب اللعيب اللي هو بيكسبه. يعني اي واحد بيلعب في نادي متميز مش هيتساب، مش زي الاول، مش زي زمان ان هو واحد الاهلي او الزمالك يجي له هيفرح يديله اللعيب بفلوس كتيره. لكن دلوقتي ما بقاش فيه الكلام ده. فالدنيا مش زي زمان، ان حتى على المستوى السنه دي شوف صفقات مثلا اي نادي، مش عايز اذكر اسم معين، اي نادي قليله جدا، مفيش حاجه خالص. مفيش ولا حاجه خالص. شوف الزمالك، طيب احنا جبنا احمد جعفر هداف الدوري او من هدافين الدوري السنه اللي فاتت، هو تاني هداف. عبد الشافي لعيب من احسن لعيبه ان شاء الله، وانت محتاجهم. عبد الشافي ده هيبقى من احسن لعيبه. حسن مصطفى، يعني انا شايف ان حسن افاده كبيره جدا لنادي الزمالك، لعيب كويس جدا جدا، وعنده ان هو عايز، روحه كويسه قوي كمان، ولعيب جامد جدا. وانا لعبت ضده وعارف عامل ازاي حسن مصطفى، هو صغير مش كبير ان هو يقول لك كبير. لا حسن انا ان شاء الله متاكد انه هيبقى لعيب كويس جدا السنه دي. دول 3 في ايوه لعيب كويس جدا وبيعمل تكتيك معين، يعني ممكن تنزله او لو عايز تلعب بطريقه هجوميه نوعا ما هيخدم فيها قوي، ان هو سريع جدا ولعيب كويس وبيرقص وبيعدي على الاطراف. فده برضه اسلوب تكتيك عندك ممكن تغير اللعب. انت لو بتلعب مثلا بره ملعبك وعايز تجيب اجوان بطريقه معينه، ممكن تلعب واحد وتحتيه 2 شيكا مثلا وهو يعني عندك ولعيب كويس وبان قدام الناس لعيب كويس. عنده مرونه تكتيكيه، لعيب من اللعيبه اللي عندها مرونه تكتيكيه وبيلعب في اكتر المركز، وسريع جدا. سريع جدا. انا لعبت ولعيب كويس. يعني انت لعبت شفته في الماتش. الماتش اللي فات
عمرو زكي رجع، ده لوحده يعني، ده لو كنا جبناه لوحده من غير ما نجيب حد كان الناس هتقول لك ده صفقه الموسم. طبعا صح. جبنا اخيرا مؤخرا النهارده من ساعتين احمد حسام ميدو، اعتقد انه من احسن لعيبه. انا عرفت ان احمد حسام كان بيكلمك في التليفون لسه قبل ما تيجي دلوقتي. احنا كنا في النادي عشان موضوع الفاكس اخر اخباره بقى ميدو خلاص مضى لنا كل حاجه ومضينا العقود كل طبعا عن العقود اتمضت من زمان. هو راجل اداها لما كان موجود كان احنا بس كنا ماسكين المواضيع انها تتمضي من النادي هناك، ان احنا كنا المشكله الماديه بتاعته الاعلانات والكلام ده، وكله خلص الحمد لله وكل حاجه عندنا، وبكره نودي الورق لاتحاد الكوره. ميدو ان شاء الله لسه في الميعاد دلوقتي وهيجي بكره التمرين بكره في نادي الزمالك الساعه 7. احنا كنا من 12 اكتوبر، احنا بكره عاملينه في الزمالك الساعه 7 عشان الناس عايزه تيجي بقى طبعا نشوف وجود في الملعب. ميدو ان شاء الله طيارته الساعه 4:15 هيوصل ويبقى زي ما احنا قلنا هيطلع على الزمالك على طول، هيطلع على النادي وان شاء الله يبقى متواجد مع الفرقه. حتى بساله بتتمرن، قال لي بقى لي 20 يوم بتمرن وانا ممكن العب ماتش. طبعا حاجه ترجع لمستر دي كاستيل، لكن هو فتنس كويس، ممكن بروح ويلعب، وممكن بروح هو هيدي روح جامده لميدو. وانا بكلمه راجل ما بيتكلمش في اي حاجه، ما بيتكلمش في فلوس، ما بيتكلمش في اي حاجه. قال لي يا حازم انا عايزين ناخد الدوري، انا عايز الم الناس دي تبقى معانا ونلم في بعض ونجيب دوري ونجيب كاس. فانا شايف ان شاء الله روح كويسه للعيبه. الفرقه اعتقد ان احنا جايبين صفقات كتيره جدا كويسه جدا مفيده جدا، اللي انت محتاجهم، اللي انا محتاجه. الناس كانت بتقول لك خط الهجوم الزمالك احنا جايبين اربع مهاجمين. اديكو النهارده مضى برضه، لسه اديكو لسه قايلين احنا برضه لعيب راجل النهارده كان عامل معانا اجتماع. ايفواري كان بيلعب في اتفاق سطيف، وراجل عمل معانا اجتماع النهارده وقال لنا انا عايز اديكو. مضى 3 سنين ولا 4 سنين؟ 4. ان هو شايف ان اديكو ممكن يلعب راس حربه قوي وتحت راسين حربه زي شيكابالا. فانه بيقول لك شيكابالا ما فيش حد غيره في المكان ده، فده ممكن يلعب نفس المكان، ومضى النهارده الراجل وخلاص. فيعني اعتقد ان الزمالك يمكن السنه دي من احسن. انت مطمن يا حازم؟ يعني انت مطمن الصفقات اللي انت بتقولها دي؟ وانا قلت الكلام ده في بدايه الحلقه. لا يعني انا بتكلم على نقطه معينه، انا بتكلم ان الناس بتهاجمك تقول لك الزمالك ما عملش. لا مين قال مع حازم بعد اذنك؟ ما هو احنا لا انا بتكلم، لا في ناس كتير قالت لك مش صفقات السوبر. ما انا ايه الصفقات؟ عمرو زكي مش مقياس السوبر اللي هو زي السوبر، ده السوبر. اعرف حاجه مقياس السوبر بس في مصر زي عمرو زكي زي احمد حسام جبنا الحمد لله. مين بقى تاني عمل صفقات سوبر؟ لا ما فيش. سوبر دي انا في رايي يعني لما حد يقول لي سوبر هيقول لي مين اسامي في مصر؟ اديني اسامي. لا هو بيتكلم على مصر غير عمرو زكي. حضرتك اديني اسم واحد سوبر في مصر موجود. السوبر دي بتتقال على مين؟ اللي لعب منتخبات، اللي بيكسب بطولات، اللي بيهدف دوري، ده السوبر. انا عاوز اسالك اجيب واحد مع احترامي مع الناس اجيب واحد عادي لعب ماتشين 3 والناس الصحافه هيلعب نفسه يقول لك ده سوبر. ده ايه الناس بتاعه؟ التقييم بالنسبه لي السوبر راجل لعب منتخب، لاعب دولي، جاب اجوان، بقى هداف دوري من انت قلت نقطه مهمه انا محتاجه وانا محتاجه بالظبط. كنا زمان كنا بنجيب كده اي حد. احنا يا كابتن في دوامه كده انا لاحظتها من ساعه ما بقينا في الموضوع، يعني ان انت الاعلام هو اللي بيخليك تشتري، هو اللي بيخليك تعلي. الاعلام هو لو عايز يطلع واحد كويس يقعد يكتب عليه ان الزمالك والاهلي عايزينه فهو يعلى، والجمهور يقعد يسخنه، ان الجمهور يقعد يكلمك في التليفونات احنا عايزينه احنا عايزينه احنا عايزينه عشان الاهلي ما ياخدوش. يعني انا المنطق ده انا ما بحبوش. يعني هو ده الصح؟ انا عايزه ولا لا؟ على فكره الموضوع ده جو تاني خالص. بس انت كنا بنتكلم انا وانت قبل ما نطلع على الهواء على طول على موضوع تقييم اللاعب. يعني دلوقتي التقييم بتاع اللاعب بيتحط له تقييم ازاي؟ يعني ايه مثلا دلوقتي اي لاعب بيقول لك انا عاوز 5 مليون او 7 مليون، على اساس تقييمك لنفسك ايه؟ يعني انت قلت دلوقتي حاجه كويسه جدا، البطولات اللي بتحصل عليها، عدد سنين لعبك في كلاعب دولي، المباريات اللي لعبتها دي طبعا. جاب كام جون السنه اللي فاتت لو انا جايب هداف؟ كان بيلعب اساسي ولا لا؟ اساسي بيلعب كام ماتش؟ بيطرد ما بيطردش؟ واكيد المدافع غير المهاجم طبعا. يعني اكيد سعر المهاجم غير سعر المدافع. ما هو ده اللي انا اقصده، احنا حاسين كل حاجه سايحه بالظبط. يعني ما ده للاسف. وانا بقول لحضرتك نادي الزمالك مش هيتحط تحت ضغط ان اعلام يسخن ان ده لازم يجي عشان الاهلي ما يجوش. انا مش هاجي ورا واحد عشان الاهلي عايزه، لو الاهلي عايزه اهلا وسهلا، لو انا مش عايزه لو انا عايزه هحاول واعمل كل في مقدور ان انا اعمل فرقه ما تبوظش فرقه. ده صح زي موضوع شريف عبد الفضيل وهاني سعيد. اكيد انت هتسمعه. وهاني سعيد هاني سعيد احنا اتعلمنا في موضوع هاني سعيد، مش عايز نكرر نفس الخطا في عبد الفضيل. فانا مش هاجي ورا حد عشان هو مجرد ان الاهلي عايزه. لكن سمعنا ان في ناس اتصلوا بميدو امبارح في ميدو كلمني قال لي في ناس اتصلوا ان هو يروح نادي اخر وان هو حرامي ويضيع مستقبله في اوروبا، وان يعني ما يجيش الزمالك ويقعد في اوروبا احسن ليه يعني. ولما عرف ان ميدو خلاص مصمم ان هو يجي فحاول ان هو يجيبه النادي يعني اخر. عضو مجلس اداره في نادي منافس الاهلي يعني. يعني بغض النظر يعني ما اعرفش تفاصيل، لكن فميدو قال له انا زملكاوي. ميدو يعني ده الفرق ان واحد يبقى بيحب زي حازم بيحب الحاجه. ميدو يعني قال انا ما اقدرش العب في حته ثانيه، انا زملكاوي.
ده الفرق بقى بين لما بتجيب حد بيحب الفرقه او بيحب الحته اللي هو رايحها، وحد مش فارقه معاه، المهم مين يدفع اكتر يعني. هو موسم واحد يا حازم، موسم واحد. طب عمرو زكي يعني احنا مش عمرو عارفين جميل، عمرو هيقعد الموسم كله ولا هينتقل برضه؟ عمرو موجود وبيتمرن كويس جدا، يعني راجل ملتزم الى اقصى حد. وعمرو على فكره من الشخصيات الجميله جدا، راجل بيحب يلعب وبيحب فرقته ولامم الفرقه كويس، وهو حاسس بالمسؤوليه اللي عليه. لو جات له حاجه عمرو احنا مش مانعين، يعني عمرو زكي من اللعيبه بس حاجه محترمه زي ما لكن اتقال، حاجه محترمه. ملقا مثلا عقد ملقا حاجه يعني ما تليقش بعمرو زكي ان هو يدفع فلوس لو بقى كويس، حتى يعني مش حلوه في حق عمرو زكي. في العقد مكتوب كده يعني هيدفع فلوس بعد مضي مش عارف كام شهر عشان يشوف اذا كان يعني تحت اختبار، يعتبر تحت اختبار. ما يليش راجل لاعب يعني. عمرو زكي السنه اللي فاتت في الدوري الانجليزي احسن من دروجبا يا جماعه. دروجبا السنه اللي ما جابش الاجوان، جاب عمرو زكي يعني. والناس تقول اصل هو قعد لغايه شهر واحد وما جابش، او ماشي. المشكله عمرو زكي ان هو لاعب ويجن وكان هداف الدوري الانجليزي الدور الاول، برغم ان هو ما لعبش الماتشات كلها برضه، نمره واحد وتعور ماتشات، نمره اثنين، وده المهم كمان ان انت بتتكلم في كاتيجوري عالي قوي. لما لو قل عن هذا الكاتيجوري قصه بتبقى صعبه عليه هو نفسيا كمان. المجمل العام في الدوري واحد جاب 10 اجوان في الدوري، انت لما تجيب 10 اجوان في الدوري المصري بنعمل فيها فرح. لا والدوري الايه يا حازم؟ الدوري الانجليزي يعني ده اقوى دوري في العالم، يعني من احسن هدافين في الدوري الانجليزي. فهي المشكله ان عمرو يعني هو راجل فاهم وعارف وشايف ان هو لو ما فيش حاجه هو احسن من الزمالك ما طلع للويجن يعني مش حاجه بالنسبه له هتبقى، لكن هو عارف ان هو لو اجتهد وربنا كرمه في نادي الزمالك هيرجع تاني. يعني احنا ما عندناش مشكله مع عمرو، لان عمرو بصراحه ملتزم لاقصى حد ومحترم جدا، واحنا مش هنقف قدام عمرو زكي. هو اتغير كمان تحس لا هو اتغير. انا كنت لا يعني ان شاء الله انا هبقى خط وجعفر شريف اشرف وسيد مسعد. يعني سيد ده هيتعلم، هيبقى عندنا مشكله، هيتعلم منهم كويس، لعيب كويس. هيبقى عندنا مشكله بالعدد ده كله؟ لا بالعكس يا كابتن، انت يبقى عندك مشكله ان في لعيبه كتير، دي احسن يبقى عندك مشكله انك ما عندكش لعيبه خالص. السنه اللي فاتت كنا بنعاني، بنلعب وبنوصل ما بنجيبش جوان، يعني ماتشات كتير كنا بنلعب كويس مش عارفين نجيب اجوان، بنتعادل بنخسر مش عارفين نعوض. لكن لو يبقى عندك لعيبه كويسه. طب سؤال فني بقى حازم، يعني انت كنت لاعب في نادي الزمالك صانع لعب او بلاي ميكر، يعني بتلعب تحت راسين الحربه او بتلعب فرد متاخر، فانت بتعتبر صانع لعب في تيم الزمالك. المكان ده دلوقتي يمكن ما اعتقدش فيه غير شيكابالا بس، يعني ممكن هو البارز دلوقتي. هل احنا مش بندور على حد يمتلك هذه القدرات اللي فيها كان فيها حازم امام وكان فيها وفيها دلوقتي شيكابالا؟ والله بص كان ده في مين دلوقتي يعني؟ هو دلوقتي زي ما بقول لحضرتك يمكن اديكو ده ممكن يعمل الدور ده، ان الراجل شايف ان اديكو ده بيلعب الحته دي برضه، مش مهاري زي شيكابالا طبعا. المهاره دي انا عايز لعيب ايه لا مش هتلاقي مهارات كمان السنه دي برضه زي ما بشيد بعمرو. شيكابالا عنده احساس بالمسؤوليه عالي جدا، حاسس ان هو بقى كبير في الفرقه، ان هو بقى ده ثالث كابتن دلوقتي شيكابالا بالظبط بعد عبد المنصف وعبد الواحد واحمد غانم، هو الثالث. ممكن احمد حسام لما يبقى، لكن بيلم الفرقه، هو اللي دلوقتي بيلم اللعيبه، هو اللي بيزعق في اللعيبه لو في حد بيغلط او بيشت شويه. فدي حاجه جديده على شيكابالا، حاجه كويسه رغم ان هو صغير ودايما كنا بنقول انه مش ملتزم، لكن هو حاسس انه عايز يعمل حاجه، حاسس ان هو مهاراته وامكانياته دي لازم يسخرها في النادي ويسخر اللي حواليه كمان عشان هم يساعدوه. فانا شيكابالا برضه السنه دي لغايه ما شاء الله، وعمل ماتشات كويسه جدا في سويسرا، حد ما سمعنا من كابتن ابراهيم يوسف والتقرير اللي جه وكابتن محمود ونور الناس ودي كاستال. فشيكابالا عمل شغل كويس. كمهاره شيكابالا انت بتلاقي المهاره دي مره في كل كذا، هتحاول تجيب حد يعني قريب. صعبه دلوقتي، بقت صعبه جدا. يعني حاجه قريبين وعارفين، يبقى قليل قلبي بيدي 82 مش هتلاقي قليل فلازم لكن يضرب ماتشين ثلاثه يتسد شويه. بالظبط. طب احنا معانا مداخله تليفونيه من الفنان الزملكاوي سامي العدل. يا حبيبي سامي ازيك؟ الناس يهمها النتائج بالظبط، والناس يهمها احنا هنعمل ايه، ولا بتفرق معانا الصفقه دي فشل، الصفقه دي كملت، اصل ما اعرفش ايه في ايه، وياما بنسمع. بس المهم ان الاخر النتائج بتحقق اللي احنا بنأمله، واعتقد ان ده وقتنا. انت حاسس ايه يا استاذ سامي؟ حاسس ان التيم السنه دي افضل بكتير من السنين اللي فاتت؟ هي الروح مختلفه. يعني انا كان معايا في الاسبوع اللي فات شيكابالا واحمد عبد الفتاح، روحهم مختلفه. حتى الروح مختلفه. يقول لك لا 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 السنه دي بقى هتتمتع، السنه دي بقى شوف هنعمل ايه السنه، حتى الروح. وهي بتبدا من هنا. وانا كنت سامعكم في اخر الكلام بتتكلموا على شيكابالا كمهاره. هو طبعا مهاره لا تعوض، لكن محتاجه تتوظف او تتنظم. ايوه صح. يعني لازم مش هيلعب شيكابالا لوحده، ولا هيلعب زكي لوحده، ولا هيلعب ميدو لوحده. لكن لازم يبقوا المجموعه وقلبهم على قلب بعض، وقلبهم على الفريق، ومجلس الاداره قلبه على الفريق، وقلبه على النادي، وقلبه على الناس. وانا
بفرح كل يوم. على فكره لم يؤثر فينا على الاطلاق رغم زملكاوياتي الشديده ان شريف عبد الفضيل يجي او ما يجيش، وقعدت اقول له الموضوع مش مهم قوي. ايوه بالظبط، صح. مصورينه. احنا قلنا الكلام ده في الاستوديو هنا يا استاذ سامي، قلناه لسه قايلينه من شويه. سامعك وبقول انا مش سامعك وانا اسف، هم بس طلبوني وانا راجع من التصوير، بس بقول لك بجد يعني ما هواش طبعا على عيننا وراسنا ولعيب جميل وكل حاجه، بس ما هواش يعني القيمه اللي ممكن 2 ناديين يتخانقوا عليه، ولا ان احنا نزعل انه مضى او ما مضاش او بتاع كده. ربنا يكرمه في المكان اللي هو رايح فيه او اللي اختار انه يروح فيه. واحنا قلنا كده برضه. واحنا عندنا اعتقد في المكان بتاعه، يعني يمكن في برنامج جنبكم من 3-4 ايام قال لك الزمالك مش في احتياج ليه على الاطلاق. بالظبط. يعني انت عندك 6 مكانه ما فيهوش مشكله خالص. فلازم الناس كمان يوصل لها ده، يعني لازم جمهور الزمالك يوصل له ان لو المساله احنا يعني كنا كده، لا كنا هندفع حط اكتر وكل حاجه وناخده لو هو حاجه سوبر او حاجه احنا عايزينها او محتاجينها. لكن ان احنا هنضرب بعض بقى عليه وهم يرفعوا واحنا نرفع واحنا كده، لا صعب حتى مش جميل ولا ده مطلوب. استاذ سامي بعد اذنك، احنا كنا في مداخله قبل كده كنا اتكلمنا علشان واتفقت انت معانا هتعمل رابطه الفنانين الزملكاويه، اتعملت ولا لسه؟ احنا بس طب اكسبوا ماتشين. لا ما قبل ما نكسب، لا ما احنا عايزينك لازم المسانده يا ريس قبل الكلام ده. لا انا موجود وانت عارف. انا كنت موجود السنه اللي فاتت واللي قبلها وبروح لهم وانا عارف ان هم اللي هياخدوا دوري ولا بتاع ايه، هم كانوا محتاجيننا في الوقت ده. اكيد اكيد بالظبط. ورحنا لهم وكل حاجه، وبنعمل الرابطه دي باذن الله وهتبقى مسانده وترفعوا راسنا. ان شاء الله. وانا بقول لك اعملوا بس ماتشين 3 وتتفرج هتلاقي 500,000 فنان موجودين. بالظبط. بس يعني اللي مكسوف واللي محرج واللي مش عارف ايه، لكن في ناس ما بيهمهاش بتقول، وفي ناس بتقول لك يعني ما احنا بقى كل واحد يفضل يقول. فارفعوا راسنا واحنا هنرفع راسكم، وهتعرفوا قد ايه الزملكاويه كتير قوي وقد ايه الفنانين الزملكاويه كتير قوي. ان شاء الله يا استاذ سامي. شكرا جزيلا. شكرا استاذ سامي. شكرا يا استاذ سامي، شكرا جزيلا. طبعا يعني انت شايف طبعا الزملكاويه كلهم بيحبوا الفنانين الزملكاويه كتير جدا، وزي ما هو قال يعني هم بيحبوا النادي وعايزين فعلا الفرقه تكسب يعني. وهو قال حاجه كمان يا كابتن، هو قال ان اللعيبه تبقى مركزه واللعيبه يكسبوا في الاخر، قال النتائج اهم حاجه. طبعا. دي حاجه انا بقول لما حضرتك كنت بتسالوني على اللعيبه اللي احنا جبناها، احنا بناخد بالاسباب. يعني انت بتعمل فرقه، المكسب والخساره دي بقى بتاعت ربنا وبتاعت اللعيبه والجهاز، لكن انت كمجلس بتحاول تعمل بتوفر كل حاجه عشان الراجل يبقى ليك يعني موجود وعنده كل بتهيأ الظروف ان فاحنا مش مغسلين يعني ولا اسمها ما اعرفش ايه، لكن اللي هي بتتقال مغسلين مغسل قدام الجنه. انت بتعمل بالاسباب، كسبت بقى خسرت. انت ما كنتش تقول الكلام ده قبل كده. معلش بقى الراجل دخل في الطاحونه، دخل في الطاحونه. يعني قصدي احنا بناخد بالاسباب، جبنا اللعيبه والحمد لله وعندنا فرقه كويسه دلوقتي. المكسب والخساره بقى دي مش مطلوب منك انت، يعني انا كراجل في المجلس قاعد، هم بقى اللعيبه هي اللي لازم تجتهد. اللعيبه لازم تبقى عارفه ان عليها دور كبير، ان هم لازم يجتهدوا ويجيبوا بطوله السنه دي ان شاء الله. مش يعني يلعبوا كوره، يعني الناس جمهور الزمالك بيحب الفرقه انها تلعب، بس يلعبوا ويأدوا حتى لو قدر الله ما فيش فوز، بس يحسوا ان هم لعبوا كويس او كانوا عايزين يكسبوا يعني. طب استاذنك نروح نعرف راي الجمهور ونرجع لحضرتك تاني في الصفقات اللي جت والاوضاع اللي موجوده دلوقتي في نادي الزمالك. هو مجلس الإدارة الحقيقة يعني موفر خامات طيبة من شباب لخبرة للعيبة أجانب. النهاردة أنا شايف 5 أجانب أفارقة، يعني احتمال لو وفقوا في 1 أو 2 يبقى كويس. بس اللي أنا بتمناه في الموسم اللي جاي إن شاء الله إن الأمور تستقر أكتر في النادي ويبقى في مستوى أعلى كده. أنا شايف في ضغط بيتلعب كويس وفي دفاع كويس وفي حارس مرمى عادل كويس وعبد منصف كويس. بصراحه انا شايف الفريق دلوقتي اتحسن شويه يعني بالصفقات الجديده اللي جت، بس لسه بصراحه لسه محتاج شويه دعم كمان، يعني محتاج تدعيم في خط الهجوم ومحتاج لعيب مدافع وباك يمين عشان تبقى يعني الفريق متكامل. لكن لسه يعني بالشكل ده دلوقتي بصراحه برده مش ده الطموح دلوقتي بصراحه. كابتن محمود ساعة شايفه فعلا
هيبدا موسم قوي جدا، وفعلا بيعمل تدريبات حديثه، وانا شايف ان مستقبل نادي الزمالك الحديث فعلا هيفرح جمهوره، وهيبدا يستحوذ على البطولات من جديد. وانا ان شاء الله متفائل جدا، لان هو بيحب مصر ويحب نادي الزمالك. الزمالك السنه اللي فاتت كان عنده يعني خط الوسط كان محتاج تدعيم، فالحمد لله ان السنه دي في تدعيم في خط وسط نادي الزمالك، ولكن برضو خط الهجوم لازال برضو ان هو يحتاج لتدعيم، محتاجين لعيبه سوبر فيه، ولحد الان برضو احنا مش عارفين اذا كان الكابتن عمرو زكي هيقعد او هيمشي. الفريق بشكل عام والله هي فتره الاعداد اللي عملوها في سويسرا كانت فتره اعداد كويسه يعني، بس مش عارفين بقى هل يا ترى الفريق هيدعم الفتره الجايه ولا لا. هم كانوا بيقولوا ان في نجم سوبر جاي. فتره الاعداد السنه دي ان شاء الله بفتره كويسه ومباحه للفرق كلها، وبعدين باذن الله ان شاء الله باذن الله الصفقات الجديده مش هتبان غير بعد 3 ماتشات. بالنسبه لنادي الزمالك السنه دي هو كويس، بس محتاج تدعيم، عايز في سنتر فيرود وعايز باك رايت. بالنسبه ان انا عندي حازم امام لو خد انذارين او اتصاب ما عنديش البديل الكفء اللي يلعب مكانه. عايزين نقول ان نادي الزمالك فرقه مش قليله، فرقه كبيره، بس احنا محتاجين تدعيم في خط الهجوم اساسي. انا زملكاوي وبحب الزمالك، ربي ياخد البطوله وان شاء الله ربنا يوفق الزمالك. مش كلام مهما هنقول كلام، ساحر الكرة حازم إمام، بجد مش كلام مهما هنقول كلام، ساحر الكرة حازم إمام، جوه الملعب ساحر وجمهوره بيه مجنون، واللمسة منه تجيب الجون. تسلم يا ثعلب، تسلم لنا أخلاقك العالية، ويخلي لك هاية وتالية، وده مش كلام. لو فات سنين إمام الموهوبين، فن لعب وأخلاق ودين، ومهما فات سنين إمام الموهوبين، فن لعب وأخلاق ودين، جوه الملعب ساحر وجمهوره بيه مجنون، واللمسة منه تجيب الجون. تسلم يا ثعلب، تسلم لنا أخلاقك العالية، ويخلي لك هاية وتالية، جوه الملعب ساحر وجمهوره بيه مجنون، واللمسة منه تجيب الجون. حازم يا ثعلب، تسلم لنا أخلاقك العالية، ويخلي لك هاية وتالية. رجعنا مرة تانية مع حضراتكم ومع كابتن مصر ونادي الزمالك كابتن حازم إمام. ميدو رجوعه طبعا زي ما احنا قلنا طبعا هيبقى مؤثر جدا واضافه كبيره جدا. احنا سمعنا ان هو في مختار رقم معين عشان يلبسه بس مش عارفين ايه، عايزين عايزين 17 طمعان في 14 طمعان في 14 وطمعان في حب حازم امام ليه. هو ممنوع حد يلبس 17 بعدين حازم؟ مش ممنوع ولا حاجه يعني احتكار ليك يعني ولا لا ولا احتكار ولا حاجه ولا هي كده مساله حازم انا عايز البس 14 الرقم اديتها له يعني الرقم ده كبير جدا. هو كل اللي لبسوه كبار. هو حاسس ان 14 يعني الناس
كابتن حسن وكابتن جمال وكابتن حازم هو عارف 17 غالبا. استاذنا احمد مجدي على فكره، يعني كلم احمد مجدي احمد مجدي كنت لسه اقول لك في كبير 17 عندنا ما حدش لبس 17. احمد مجدي استاذني السنه عشان يلبسها يعني. فهو كلم احمد مجدي، يعني واضح ان ميدو عايز، يعني هو جاي وعايز يعمل يعني. بس جميل انه بيستأذن. ميدو احمد حسام ميدو بكل تاريخه بيستأذن احمد مجدي، يعني حاجه جميله برضو. دي الروح اللي احنا ده احترافك. لا الروح اللي احنا يعني كنا مفتقدينها اصلا. وانت قلت لي يا حازم حاجه مهمه جدا وعايز اكد معاك عليها، ان حازم ان احمد حسام لما كلمك قال لك عايزين ناخد الدوري وعايزين ناخد الكاس. والله كان ده على فكره من شهر ونص، مش دلوقتي. من شهر ونص. انت حاسس ده جوه يعني؟ من اول ما كلمني اول مره واتكلمنا مع بعض في الموضوع من شهر ونص يا كابتن. هو بيقول لي انا حاسس لو جيت هنعمل ونلم الفرقه وعايزين نعمل كذا وكذا. فده اللي خلانا نحس ان هو عايز فعلا يرجع يعني، حتى رغم ان في فتره ما كانش فيه كلام خالص. بس كان دايما الموضوع ده مصار يعني. في مشكله دلوقتي يعني الناس كلها بتتكلم فيها على موضوع المشكله اللي كانت حصلت بينه وبين عمرو. هل هتبقى مشكله بينه وبين عمرو؟ ما احنا هو الناس كلها بتتكلم يعني يوم الماتش ده على فكره بتاع المنتخب والله ما حصل بينهم مشاكل خالص. امال ايه خالص؟ ده ميدو في اوضه اللبس ولا في البتاع بيهزر زي ما حضرتك كنت بتهزر معانا. يا عم ابوك هيلاعبك، الحاجات اللي بنقولها كلنا. اللي بقى اللي بيسمع ومش فاهم هو اللي بيعمل مشكله يعني. انت حضرتك لما تيجي كنا بنهزر مع بعض، حضرتك تهزر معايا تقول لي كان محمود سعد مثلا لما كان قافش عليا زمان تقول لي فاكر ابوك مش عارف هيبطلك والكلام ده ولا مش هيلاعبك. كلام بينا هزار، فهو بيتكلم هزار عادي. طب ايه اللي في ناس سخنت الموضوع، في ناس بقى ما بتفهمش الهزار ده. بس حازم معلش معلش يعني احنا كان الموضوع ده حصل واتقال ان في مشكله وصلت كمان لانجلترا لويجن نفسها، يعني كان في خلاف بينهم، وكان ميدو طلع قال انا مستني لما عمرو يجي عشان اقعد معاه. هنا في مصر بعد ماتش منتخب، بعد الماتش على طول. ما هو اللي يا كابتن لان الكلام طلع من مصر ان في خناقه ومش عارف وايه، وهو ما كانش في حاجه. هو ميدو قال لعماد متعب باين ولا لعمرو انا ما اعرفش يعني، ما كنتش موجود فما فتيش اللي سمعته يعني، وعرفته بعد كده من عمرو ومن ميدو ان هو قال له ابوك هيلاعبكم. عادي تهريج يعني. طب وده اي حد في ما بقول حاجه اللي بيسمع، لما حد بيسمع الكلام ده من بره الكوره من بره الوسط يفتكر ان هو مثلا بيتكلم بقى مش عاجبه او، لكن الراجل عادي ونزل الماتش حتى يوميها بيسخن مع الاحتياطي وكان جايبين عليه الصوره، والراجل ما فيش مشكله. فهم بينهم وبين بعض ما فيش مشاكل، هي الاعلام هو اللي بيعمل مشكله. طب بعيدا عن الكابتن كان بيطلع في التلفزيون في الجرايد ان مثلا كنت انا وكابتن حسام خلافات طول ما احنا بنلعب مع بعض. يقول لك كابتن حسام متضايق من حازم وحازم متضايق من حسام. كنا بنقول لا الكلام ده في دماغنا يعني. طب بعيدا عن احمد حسام وعمرو زكي والصفقات، على فكره انا عايز بس ابارك كابتن حسام على انه خد احسن لعيب باين. احنا هنجيب على فكره حسام حسن هنا الراجل ده على فكره اتظلم فعلا. بص يا حازم ولا كان حاجه ولا كانه بقى احسن لعيب في افريقيا واعظم لعيب. هو الموضوع ده فعلا ولا كان الهوا اتعمل. لو حد تاني بقى كان الدنيا قامت. بالظبط انا واخده على عاتقي، واحنا هنستضيف حسام حسن هنا ان شاء الله باذن الله، وهنجيب معاه ابراهيم برضو كمان. وهنجيب معاه ابراهيم عشان برضو نتنافس شويه. هنسخنهم لازم نكرم حسام حسن من اللعيبه اللي على فكره مش احنا زمالك بس، وبعدين يعني ده راجل جاب لمصر كلها، ده مصر قال لك احسن لاعب مصر يعني احسن لاعب في تاريخ افريقيا مصري حاجه بغض النظر حتى بيلعب في سمات طلخه مع طب ايه السبب معلش يعني. لكن يعني بيلعب في اي حته راجل مصري فلازم يكرم ويعملوا له تكريم كبير. لو حد بيلعب في نادي جامد او نادي يعني اعلاميا قوي كناش خلصنا، كنا هنقعد 7 سنين في الموضوع. ايه في رايك السبب الرئيسي وراء هذا التعتيم؟ مش عارف هل هو علشان الخلاف بينه وبين اتحاد الكره اللي فات؟ ممكن بالصحفيين مش قويه، هو مش دبلوماسي مع الناس شويه، ما اعرفش يعني. لكن انت ما تجيبوا لنا حسام يا جماعه على التليفون. الانجاز ما بيتغطاش، حتى لو انا ليا خلافات وانت لعيب كويس كابتن المفروض طبعا يعني حتى حضرتك عندك لعيب انت بتحبه، ده رمز يا حازم، ده رمز من رموز الكوره في مصر. وبعدين هو بيشرف مصر، خد على ماتجير وخد شوف مين في افريقيا بقى كابتن ميلا ساعتها وجورجوايا الايام اللي فاتت يعني هو خد احسن لعيب في القاره كلها على مدى التاريخ، خد احسن لعيب في العالم على جورجوايا وعلى ميلا وعلى رابح ماتجر وعلى طارق دياب، اسامي قويه جدا يعني. وعلى كل المصريين اللي لعبنا كلنا باسامينا وكل الناس العظام الكبار كل ده هو علينا بالظبط. فايه النظريه ان انت ما تحتفلش بيه وما تعملوش حاجه؟ المفروض اتحاد الكوره يعمل له حاجه كبيره، والاعلام المصري يعمل له حاجه، والبرامج تعمل له حاجه، والاغاني اللي بتيجي للناس يعني في لعيبه بتقعد تعمل اغاني كتير، تعمل له حسام حسن حاجه يعني. اكيد طبعا. طب بعيدا عن الكلام ده حازم، انت من خلال رؤيتك وخبراتك الكبيره ما تجيش على موضوع شفيع فضيل خالص على فكره. لا ده جاي ده في الاخر، ده في الاخر ده انت عارف ليه احنا مش عايزين نتكلم انت تستقبل. لا اقول لك ليه حاسس احنا اتكلمنا فيه كتير مع اشرف. لا وحازم ما كانش متواجد كمان في القاهره فمش عايزين برضه. لا بس هو اخر يوم انا كنت هو اليوم نفسه يعني هنتكلم فيه بعدين بعد السؤال ده اشرف. يعني بعيدا عن الكلام ده كله، مين اللاعب اللي انت شايفه حازم او انت تتمنى تضمه نادي الزمالك الفتره اللي جايه؟ لا احنا في دلوقتي
مكان واحد اعتقد في القايمه مش كده؟ لسه عندنا ولا عندنا 4 احنا عندنا 4 تحت السن صحيح. طيب اللاعب اللي انت كنت تتمنى انك تضمه للزمالك الفتره دي حازم مين؟ والله يا كابتن بص يعني اللعيبه وانت ما فكرتش في الموضوع ده؟ لا ما بجد ما فكرتش، لكن في لعيبه كتير كويسه في مصر يعني في انا سيد حمدي ده لعيب كويس جدا راس حربه، وليد سليمان لعيب كويس، اسامه محمد لعيب كويس باك ليفت، احمد شعبان لعيب كويس، طب انت منقي لعيبه احمد عيد عبد الملك لعيب كويس، عبد السلام نجاح لعيب كويس، انت عايز تضم الهيرد لعيب كويس. لا بقول لك في لعيبه كتير كويسه. لا يعني بص انت شايف يعني مثلا الهيرد ده انا بحب يعني لعيب مفيد جدا، يمكن احمد مكي مفيد جدا، لكن مش سوبر ستار، الناس ما تحطش قوي عليه ما تركزش فيه. تامر هاني سعيد في حرس الحدود. الاسماء اللي انت تقولها دي بعد موضوع شريف عبد الفضيل هتخش لها في 20 مليون بقى. انت بتتكلم خلاص، انت حطيت كاتيجوري، بص يا كابتن حطيت 7.5 في مدافع. طب الناس دي بقى لو لعيب انت الزمالك عايزه لوحده او الاهلي عايزه لوحده مش هيوصل للرقم ده، لكن هو عشان حصل زمالك واهلي والاعلام سخن الدنيا جدا، فالموضوع عالي جدا زياده عن اللزوم. طب عدم وجود شريف عبد الفضيل دلوقتي هل هو مؤثر؟ شريف لعيب كويس يعني احنا مش عايزين عشان هو ما جاش الزمالك نقول ان هو ما عندوش فكره او لعيب كويس كده، ما حدش يقدر يقول كده ابدا. لكن يعني نادي الزمالك مش يعني هو هيفيدنا لكن مش هيأثر بالسلب عليه. بالزبط. ممكن هو يفيد النادي الاهلي اكتر من ان هو ممكن شويه محتاجينها شويه. بالزبط. فهو لعيب كويس طبعا لكن كان هيفيدنا، لكن مش هيأثر سلبا ان احنا عندنا هاني سعيد وفتح الله الاثنين اساسيين منتخب مصر. بس الطريقه مش زعلان من الطريقه اللي اديرت بيها اللي حصل في اليوم الاخير. اللي عايز يروح الاهلي والله كل احترام والتقدير لهذا النادي العريق، وليه يا ابني عايز تروح روح، لكن هي المشكله ان هو الولد كان كلم كل اعضاء يعني كان بيكلمني، واخوه كان بيكلم كل الناس كل شويه، وهو اللي يقول احنا عايزين نجيبه الزمالك، والولد كلمنا عايزين يجي الزمالك، وعمل الرغبه وعمل العقود هو اللي كان بيكلمنا عشان يلا يا كابتن تعالوا بقى يلا كلموا عملتوا ايه يا كابتن. يعني اخر مره كلمني يوم ماتش مصر بعد ما المنتخب ما كسب كلمني بالليل انت عملت ايه، كنا قاعدين مع مهندس نصر قلت له احنا عملنا كذا ووصلنا لكذا والرد هيبقى من مهندس نصر بقى يوافق ولا لا، والراجل وافق وبعت لنا ان هو بتاع الزمالك. لو انت قلت لي في اي وقت ان انت عايز تروح الاهلي اهلا وسهلا، الزمالك مش هياخد حد مش عايز يبقى في الزمالك يعني لازم. بس صراحه حلوه يعني. بص يا كابتن انا مش هجيب حد مش عايز يلعب في الزمالك مهما كان هو مين، ان لو انت مش حابب حاجه مش هتعمل فيها كويس، ولازم تحب الحته اللي انت فيها وتعرف ان الزمالك ده هيبقى هو اللي انت يعني تبقى جاي فرحان. يعني زي مثلا انا مبسوط جدا بواحد اسمه عبد الشافي يعني الولد والله لو طال يدفع فلوس عشان يلعب في نادي الزمالك وروحه حلوه جدا، راجل محترم وعارف ده لو عايز 1 2 3 هديله، لانه فعلا محمد عبد الشافي الولد احمد جعفر نفس الكلام، الناس دي جايه فرحانه ان انا جاي نادي الزمالك، ما بقاش جاي وبتمنى او بمن ان انا جاي نادي الزمالك اقول انا لعيب كبير ومش عارف مين بيكلمني اهلا وسهلا بيكم. انت كنت موجود في اخر يوم ده اللي حصل فيه المشكله بتاعت شريف صح؟ طب في نيه ان ممكن الزمالك يقدم شكوى؟ انا ندمان ان انا ضيعت ساعه من عمري في هذا في الساعه دي ضاعت من عمري. لا والله ندمان عليها وحاجه. ليه يا حازم؟ لا مش عشان الناس مش كويسه، الناس محترمه كلها، بس لان هو كان الناس جايه عشان حاجه مترتبه هو جاي يتاجر يعلي ما كانش ليها معنى او عيب. ولو انا بقول لك لو هو قال لنا ما جابني روح مع السلامه احنا يعني ما حدش قال انك ما تروحش، بس انت اللي كنت بتيجي وانت اللي عايز. فايه المشكله؟ ما حد يعني عارف انا ضايقني، طب انت ليه اللي كنت بتيجي؟ الامور مش واضحه وليه جيت؟ وايه اللي جابك؟ وبكلمنا ليه؟ يعني ده اللي ضايقنا بس. طب في نيه عندنا في نيه الموضوع والله لو قال انا عايز اروح الاهلي خلاص مع السلامه يا فندم روح الاهلي، هو يعني احنا هنموت. طب في نيه ان في شكوى في اتحاد الكوره؟ احنا معانا ورق كتير والمهندس ناصر حسن مطلع استغنى لينا وعامل كل حاجه لنادي الزمالك، بس نادي يعني احنا كنادي مش هنجري على حد هو مش عايز نادي الزمالك. نادي الزمالك اقوى واكبر واعظم واحسن ان هو يقعد يجري على واحد هو مش عايز. هو عايز يروح الاهلي خلاص يلعب في الاهلي وربنا يوفقه ويعمل ماتشات كويسه، والنادي اي نادي طبعا كبير. نادي الزمالك عندنا كل حاجه، مضى على كل حاجه، وعندنا الاستغناءات بتاع من الاسماعيلي موجهه لنادي الزمالك بقياده المهندس نصر والحسن. لكن احنا كزمالك بصراحه مش هنقع في موضوع ان احنا بتاع هاني سعيد السنه اللي فاتت اللي هو اجيبه والناس تقول لك طب ما تمشوه ده نروح الاهلي. انا اللي مش عايز الزمالك مش عايزه خالص. لا هو بس هو في قصه حازم معلش يعني هو راح خلاص الاهلي. بص يا كابتن راح الاهلي راح اي حته ما دام هو مش عايز الزمالك مش عايزه. مش هتجبره انه يلعب في المكان بالعافيه. انا الزمالك ده المفروض يبقى جاي هو حابب بس لابد ان هو يعاقب مش على تصرف. يعني انا بصراحه يا كابتن بص ما بحطش اسم نادي الزمالك على لعيب، يعني مش ان انا اعاقب واحد عشان يعني مش عايز اصغر نادي الزمالك انه يبقى تعاقب لعيب او ما تعاقبش، مش مشكلتي. هو مش عايز يجي مع السلامه، احنا مش هنقف على لعيب مع احترامنا الشديد للشريف لعيب كويس وكل حاجه بالظبط. لكن انا عندنا كل الحقوق وكل حاجه، لكن
مش هنقعد نساوم او نعمل حاجات مشاكل كتير، لان احنا مش صغيرين او مش عايزين نصغر نفسنا. الزمالك كبير جدا مش هيقف على اللعيب يعني. انا معاك يا حازم في كل الكلام اللي انت بتقوله 100%. احنا خلاص ننسى الموضوع ده ونقفله تماما. ربنا وفقه يعني. احنا برضو مش عايزين يعني الولد كويس ربنا وفقه، لكن انا قصدي احترام. تمام. انا يعني معاك في حاجه حازم، في لازم يبقى في احترام. لا في حاجه يا كابتن، في حاجه كانت حصلت والناس كلها بتقول ان الموضوع كان فيه امور ماديه، ففي نوع من القصور شويه في عايزين نعمل فيه ولا مشي من نادي الزمالك او اخوه وهو قاري فاتحه انه خلاص، ويسال اخواته، عنده اخ ملتحي كمان وقعد معايا وقال لي يا كابتن انا عايز. ملتحي ده قرا الفاتحه كله تايواني ده ولا ايه؟ ناس محترمه يعني. ايوه. وقال لي انا عايز الفانيلا 4، انا جاي عشان اخد 14 والزمالك وبنحبك وبنموت في الزمالك وما ينفعش يروح الاهلي، وكان كذا واحد مش وقال اسامي في الناس في الاهلي بيتكلموا واحنا ما بنردش عليهم، وخلاص نزلوا ان هم هيجيبوا بقى شريف ويجوا يعني. هم يعني احنا ما عشان تكتمل اللعبه. طب انتوا ما استشعرتوش انا بسال في ان انتوا في الفتره دي يا حازم ليه ما جاش هو من الاول شريف وقعد وخلص القصه؟ يعني ولا يعني هي الامور كانت فيها حسن نوايا زي ما قلنا من اخوه حسن نيه. انت راجل عامل لك كل حاجه وبيكلمك وبيجي لك. انا بتكلم في حاجه، لو انت عايز فلوس كتير يا ابني قول لي انا مش عايز، انا عايز فلوس، او يعني ما تقوليش انا زملكاوي وبعدين اجي تاني يوم ابقى اهلاوي وبحب الاهلي جدا. يعني انا بتكلم على اللعيبه عامه، اي لعيب عايز يروح حته يقول ان انا بحب الفلوس، انا عايز الفلوس، مش حاجه وحشه، كلنا بنحب الفلوس، بس يتقال. ما يجيش مره يقول انا زملكاوي ويقعد يمسك الفانيلا ويبوسها ويجي تاني يوم الاقيه ماسك الاهلي ويبوسها. مش مشكله يروح الحته انت الاحتراف ما فيهوش حب قوي يعني، لكن ما تجيش يعني انا عايز يبقى في احترام. انت تقول كلمه خلاص قلت لي اوكي، قلت لي اوكي، لو جالي بعديها ان شاء الله 1 أو 3 أو 4 ما دام انت اديتني كلمه حتى ارجع. طب تعالى قول لي، هو ما قالش اوكي بس كمان اقرا فاتحه. لا اقعد معانا وقول يا جماعه تعالى قول لي انا مش راضي، انا جالي اكتر وعايز اروح لك وخلاص ماشي. صح انا معاك. في احترام في الكلام. احنا مش يعني الموضوع مش اللي هو اللي يدفع اكتر واحنا بنسرق حاجه من بعض، لا الموضوع لازم يبقى فيه احترام متبادل. هو عايز يروح والله ما هنقعده، ما حدش يلعب بالعافيه وفي نادي الزمالك اللي هو اكبر مننا كلنا يعني. طب هو بس ده اللي مضايق. انت لو يا ابني عايز تروح روح، بس قول لي. طب حازم مش لازم اللعبه وواحد يجي له من ورا وبيقام تنزل له ويقعد يتكلم في التليفون. ليه يعني على ايه؟ احنا مش شايلين هم الموضوع ده كله. طب في حازم ايه الافلام العربي دي؟ انت كراجل كنت كابتن مصر ونادي الزمالك ولعبت فترات طويله جدا. هل في لعيب في مصر دلوقتي بالسعر اللي احنا بنقول عليه ده؟ ايه؟ اي كلام طبعا. طب ايه مين على اساس ايه؟ هو دخول الاهلي والزمالك اشرف حازم حاجه عايزين نوقف على السعر. مجالس الادارات صعب ندفع 7 مليون للعيب وباك ومش دولي وما خدش ولا بطوله وادفع 7 مليون. انا لسه كنت بتكلم مع خالد ما عمرو زكي كان بقى وشيكابالا بالظبط. اديله المبنى الاجتماعي بتاع النادي ولا اعمل ولا اديله ملعب حلمي زماره بخول ولا اعمل. ما هو ده اللي التقييم بيبقى على اي اساس؟ مين اللي بيحط التقييم بتاع اللاعب؟ انا اللي بقيم. هل وكيل اللاعب ولا اللاعب نفسه بيحط تقييم لنفسه او ولا ايه بالظبط؟ ولا دي لغه ده مثلا النادي الاسماعيلي المهندس نصر كان عايز 10 مثلا 10 مليون. طب قيمه. فكلمت المهندس قلت له على اساس ايه يا باشمهندس؟ قال لي اصل الاهلي عارض 10.5 وعليهم 3 لعيبه باين او 8 وعليهم 3 لعيبه. على اساس ايه؟ طيب ما انت ما خدش ولا حاجه لسه، والولد احنا خدنا هاني سعيد ب7 بس هو مش قصه بالكلام ده. وهاني سعيد خد بطولتين افريقيا وخد احسن ليبرو يعني في ولعب في ايطاليا ولعب في باعي شويه ولعب كاس عالم ناشئين يعني في تاريخ اشتري بيه شويه. وما وصلش الرقم ده. لا هو 7. لكن على اساس ايه يا مهندس نصر؟ قال لي الاهلي عارض كذا فانا مش هقدر اعمل يعني ازاي يعني فاهم. فانا ما اعرفش الحاجات دي الارقام دي على اساس ايه. انا ما عنديش يعني انا مش فاهم. طب هل الادارات الانديه كده ممكن تبقى ايه المدخلات بتاعتك عشان تدفع كل الفلوس دي؟ بالظبط. فكلام فاضي. اذا هم اساسا يعني موضوع البث ده قافلين عليه مش عايزين يدوك فلوس كتير فما فيش فلوس اساسا. الجمهور ما بيجيش. لو احنا عملنا موضوع البث ده او ما اتشفرت لقنوات معينه الجمهور هيبتدي يجي كتير، هيبتدي يخش فلوس كتير. لكن انت مانع ان يخش لك فلوس وعمال تصرف فلوس كتير جدا. طب الاهلي والزمالك نوعا ما اجتهادات ذاتيه عندهم شويه. الباقي هيعمل ايه؟ ام بي والبتروجيت فلوس بترول فهيجيبوا. الباقي هيعمل ايه؟ يعني المصري ده انا مشفق عليه الترسانه الاولمبي الاتحاد الفرقه دي مش هتقدر تقاوم. فانا مش عارف يعني هل من الممكن يبقى لازم حد يكون واضح حاجه؟ لا مجالس الادارات يبقى ليه دخل في الموضوع ده في التقييم بتاع اللعيبه. هو كل عايز يكسب في الاخر يعني كل واحد بيتشطر في المبلغ اللي انت عايزه يعني. تمام. فلكن انا ما اعرفش بصراحه يعني الارقام بتعلى جدا بلا ثوابت او بلا قواعد.
لكن للاسف بيلاقوا اللي بيشتري يعني. مفيش ضوابط في انك انت ومفيش احترام كمان لازم حتى لازم في ضوابط يا كابتن بقى في تعاقدات كمان. مواضيع العقود دي لازم يبقى فيها ضوابط. من اتحاد الكوره؟ من اتحاد الكوره طبعا. ما ينفعش اللعيب يقعد يدي رغبات، اكتب له مثلا ورقه ل 12 في النادي ان انا عايز اروح ل 12 نادي واروح في الاخر نادي وما اتعاقبش، يعني حاجات غريبه عليه او مفيش وعادي بتمشي وبقى لها كذا سنه كده يعني. فلازم اتحاد الكوره يعني في موضوع هاني سعيد لما حصل عملوا حاجه معينه، لازم يعملوا حاجه للمواضيع دي. ولابد يكون في هناك ميثاق شرف بين الانديه برضه يا حازم. لا دي صعبه شويه يعني برضه انا معاك انها صعبه لكن على قد ما نقدر. بس انا هقول لك حاجه، لو انا دخلت استنى لغايه ما النادي ده يفشل ميثاقه بقى انا اخش، يبقى دي بقى ترجع للبني يعني لازم يبقى في احترام اللي بيتعامل مع الناس يعني انا بصراحه جالي واحد مثلا مره لما راح امير سعود الاهلي، انا ما اعرفش مين امير سعود، كنت ساعتها صغير، لقيته جاي يقول لي على فكره يا كابتن انا اعرف اجيب امير سعود الزمالك. قلت له امير سعود ده مش بيروح الاهلي؟ قال لي قلت له طب هيجي الزمالك ازاي؟ قال لي في شرط مش عارف. قلت له انا مش شرط ايه، انا مش هقعد امشي ورا شروط راجل راح الاهلي ربنا يوفقه، انا ليه يخليني ابص في الشروط والكلام الفاضي ده يعني؟ انا مش لازم ابص عند حد، ما اشوف انا حاجه لوحدي يعني. فهي الناس بتقعد تلف في حاجات غريبه، كل واحد يقول لك اصل حاط شرط جزائي فيخش منه. يعني كوره انضف من كده واحسن من كده وارقى من كده، مش هقعد ابص على ناس وشرط الجزائي بتاعه ايه عشان اروح اجيبه، يعني مش ده اللي هيكسبنا يعني. طب احنا معانا فاصل يا حازم دلوقتي وبنرجع تاني. الحديث معاك الحقيقه جميل وحاسس كده بنبره يعني تفاؤل كبيره جدا وحماس، في كلامك في حماس. قال لك ايه يعني عايز متوقع ايه؟ لا حماسي وما شاء الله في تفاؤل كده وفي حابب الموضوع يعني، ما انت كنت متخوف منه في البدايه، بس احنا هنطلع لفاصل ونرجع نتكلم معاك تاني. اتفضل. علي خليل وارجع روحك عالية للجماهير الغالية وانسى كل ما فاتك وقدم كورة تانية. ده انت فريق والله كبير مش محتاج ابدا يوم تفكير على الفانيلا البيضة اجري عشانها وغير. يا زمالك 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 يا زمالك. ويا مدرسة الكورة رجع لينا الصورة، خلي الجماهير تفرح تاني وتبقى بيك مبهورة. ما تلعب بقى يا معلم، ده الماضي بيتكلم، فين مهاراتك فين حركاتك خلينا بقى نتكلم. يا زمالك يا زمالك يا زمالك يا زمالك يا زمالك. ورا الزمالك كل استاد موجود، رحنا في ده دايما معاه، بالنادي باسمه في كل بلاد الله. بالكربة صوت جمهور اسود، ورا الزمالك كل استاد موجود، رحنا في ده دايما معاه، النادي باسمه في كل بلاد الله. ورجعنا مرة تانية أعزائي المشاهدين، مشاهدي زملكاوي مع نجم مصر وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك كابتن حازم إمام. كابتن حازم، احنا اتكلمنا عن كل الأمور المتعلقة بفريق كرة قدم نادي الزمالك. عايز أخدك لسكة تانية كده، يمكن احنا عملنا مداخلة مع اللي هو صبري سراج وجاري هاتف دلوقتي. لعيبة الباسكت في نادي الزمالك، هل أنت يعني من خلال علاقاتك بقى ومن خلال اسمك الكبير ده
ما تخشش في القصه دي مع اللي هو صبري سراج وتحل المشكله دي حازم ويرجع اولاد دول نادي الزمالك. والله بص حضرتك يعني احنا المجلس كله بيحترم اللعبه دي جدا وبيحبها جدا، وزي ما قال اللي هو صبري سراج هم زيهم زينا في النادي. ليهم اللي لينا يعني دول متربيين زينا يعني زي كلهم ولاد نادي الزمالك، وهيثم سعيد كان عضو مجلس اداره في نادي الزمالك بالظبط. زي ما قال يعني احنا كنا مفوضين اللي هو صبري سراج ان هو عرض عليهم ارقام وهم يعني انا مش يعني الديتيلز كلها مش معايا قوي، لكن هو عرض، احنا كمجلس قلنا الارقام دي وهم عرض عليهم. انا ما اعرفش هم مشوا ليه. وائل بدري مشي قبل ما نيجي احنا الزمالك اساسا، ما كانش موجود ساعتها. بنحاول ان احنا نقعد معاهم. النهارده كان في الحسيني موجود وبنتكلم معاه، فاحنا ما عندناش مشكله ان هم يبقوا موجودين، ونحاول ان احنا نلم الموضوع ده ان هم لعيبه نادي الزمالك، واكيد بنحترمهم وبنحبهم يعني. بس يعني برضه حازم يعني انا شايف ان الامور ممكن تتحل. انا حاسس حتى كلام هيثم يعني عايزين نحل المكالمه ما كملتش، بس احنا عايزين نحل يعني الموضوع. نعمل محاوله. والله ما عنديش مشكله، يا ريت يجوا النادي الزمالك يعني. انا اتصلوا بيهم حازم يعني احنا نكلم بنتصل بيهم والناس يقول لك الحسيني كان موجود النهارده في النادي يعني جابوا لنا هيثم يا جماعه برضه المكالمه بتاعته ما كملتش يعني ممكن يرجعوا تاني. هو هيثم ما اعرفش، اصل هيثم مضى في الاهلي امبارح او من يومين تقريبا، وما اعرفش اذا كان هو هيكمل العقد. لو احنا نتمنى وعرضنا عليه رقم وهو قال هيشوف، ما اعرفش اذا كان هيجي ولا لا يعني. فوعرضنا عليه رقم كويس يعني. لكن انا بقول حاجه، دول اولاد نادي الزمالك وليهم اللي لينا وزينا بالظبط، مش احنا مش احسن منهم ولا حاجه، هم موجودين واحنا نتمنى ان يكونوا موجودين في نادي الزمالك. يعني احنا عايزين برضه نحل المشكله يا حازم. اتمنى هم سامعيننا، احنا عايزينهم وبنكلمهم وهنكلمهم. لو هم موجودين وعايزين يجوا الزمالك اهلا بيهم في اي وقت. والارقام اللي احنا قلنا عليها هيثم قال عليها ان هم كانوا موافقين عليها، ما اعرفش هم ما كملوش ليه العقد يعني. هو هنحاول نتصل بهيثم ونعرف برضه وجهه نظره حازم، وانت موجود معانا، فرصه ان انت موجود معانا. بس بص يا كابتن، اللعيب لازم يبقى راضي، وانا عارف اللعيبه دي زملكاويه خصوصا هيثم السعيد، الناس اللي هي يعني الناس دي عضو مجلس اداره نادي الزمالك كان صعب حتى يلعب في الاهلي وقعد مجلس اداره نادي الزمالك يعني. بس هو مضى، ما اعرفش بقى مضى فعلا ولا لا، لكن نتمنى ان هو يبقى في نادي الزمالك. انا عن نفسي بحب هيثم جدا يعني، شخصيه محترمه جدا ولعيب كويس جدا يعني. يعني حتى قرار مجلس اداره نادي اتحاد كره السله النهارده قال لك ان اللعيبه دي لها الحريه تلعب في اي نادي 5 لا يعني انا اتحاد السله في القرار ده انا ما اعرفش ان احنا الناس ماضي عقود ب4 سنين. يعني العقد هو اللي يعتد بيه اعتقد يعني طبعا. مش الورق والكلام ده. ففيش لا، لو اتحاد السله قال ده بيان رسمي ما اعتقدش انه قال في بيان رسمي يعني. لكن الكلام ده ما ينفعش، لان انت عامل عقد، والعقد هو اساس في اي حاجه زي ما بنسمع في كل حته. العقد شريعه المتعاقدين يعني. فالعقود ب4 سنين مش ب3. فلازم، واحنا بقول كده مش ان احنا هنجيب لعيبه بالغصب ويلعب ب 100,000 و 50,000 لا، هياخدوا الفلوس اللي هم عايزينها. الفلوس اللي هم عايزينها وعاملينها هياخدوها، لكن ما ينفعش اتحاد السله يطلع يقول ما لهمش. لا، لينا حق قوي واصيل ان انت عامل عقود مع اللعيبه. فما ينفعش واحد يقول ده اللي بيحكم بينك وبين واحد يطلع يقول اصل الزمالك مش عارف يعني. عيب انه يتكلم على الزمالك. في واحد اعضاء مجلس ما اعرفش عضو ولا في اللجنه قال الزمالك ما ينفعش يقعد يكمل الكلام ده ويتركز في حاجته. كلام بيتقال كده غريب شويه من اتحاد السله، ما ينفعش يتقال على نادي الزمالك، ونادي الزمالك لا يسمح ان حد يتكلم عن نادي الزمالك بهذا الاسلوب. نادي الزمالك كبير وقوي، واللعيبه هتاخد اللي ليه حق ياخدوا. وعقود نادي الزمالك موثقه وهم في الاتحاد وب4 سنين مش ب3. وبقول تاني اللعيبه دي لو جت هتاخد اللي هي عايزاه، مش هنجيبها غصب ان هي عشان في عقد. لا، اللعيبه دي لازم تبقى تكرم وتاخد فلوس اللي هي عايزاها عشان تبقى راضيه في اللي هي ان شاء الله نحل المشكله يا حازم باذن الله. عايز اخدك برضو، انا عضو جمعيه عموميه وانت عضو جمعيه عموميه، واشرف نفس الكلام برضو عضو جمعيه. احنا اتكلمنا على الكوره، اتكلمنا عن المشاكل في الكوره والباسكت واليد والكلام ده كله. عايزين ناخدك بقى ليه عضو الجمعيه العموميه العامل يعني. انشاءات يا حازم مهمه جدا. انا دخلت نادي الزمالك الاسبوع اللي فات يعني يعني حسيت ان في طفره لكن اتمنى ان الانشاءات تاخد برضه حيز من مجلس الاداره بالنسبه لك. هو بص يا كابتن، هتبان ان شاء الله الفتره الجايه بعد الموسم يبتدي الكروي. انت برضه واخد من الوقت ده مش موسم كوره بس، انت بتحط اجهزه فنيه لللاعبات كلها، بتعمل. كنا بنتكلم على هاندبول وبنوفق اوضاعهم كفلوس عشان برضه ما يحصلش المشكله اللي حصلت مع السله. نفس الكلام مع الطايره، وفقنا الحمد لله والناس محترمه جدا. الحاجات دي بتاخد منك برضو شويه حاجات. ان شاء الله نبتدي واحنا مركزين يعني في حاجات عملناها جوه النادي، الحمامات والكلام ده بنعمل فيهم. جناين ان شاء الله نعملها الفتره الجايه. تبقى المبنى الاجتماعي العمليه هتبقى مركزه، او بنعمل الصاله المغطاه وبتتعمل
عشان تبقى بيلعبوا عليها السنه دي الكبيره بتاعتنا دي شغالين فيها دلوقتي. الناحيه الاجتماعيه جوه ان شاء الله الفتره الجايه هيبقى في تطور اكتر، لان خلاص هيبقى الحاجه اللي كنا مهتمين بيها خلصت، فنبتدي نهتم بالموضوع ده ان شاء الله. طب احنا معانا مداخلات تليفونيه كتير، احنا معانا 5 دقائق حازم في وقتنا، كلهم طالبين يتكلموا مع حازم. كلهم طالبين يتكلموا مع حازم. يا ريت يا جماعه نحط حتى الرقم التليفوني يا محمد على الشاشه، علشان في ناس كتير جدا بتحب تتصل بالبرنامج. معانا دكتور حسني. اهلا يا دكتور. مساء الخير. مساء الخير يا دكتور. احنا بحييكم، يعني اذا كان عندنا مجلس اداره محترم فايضا عندنا جمعيه عموميه محترمه. بالظبط. فالحقيقه انا مش عايز اتكلم في موضوع شريف فضيل، انا الحقيقه متخصص في القانون الرياضي. متخصص قانون رياضي. قانون رياضي وعندي كتاب هينزل هذا الاسبوع، ده اول كتاب في الشرق الاوسط الحقيقه هينزل في المنطقه كلها بشكل عام. كل هذه القضيه، وانا عضو جمعيه عموميه في نادي الزمالك. نادي الزمالك. اتفضل يا دكتور. علي صوتك. انا ارجو علي صوتك شويه يا دكتور لو سمحت. انا ارجو الحقيقه، يعني انا القضيه مش قضيه كيف يعني ازاي هنتعامل مع قضيه شريف عبد الفضيل. الحقيقه لازم الناس تشعر ان نادي الزمالك هذا مؤسسه كبيره محترمه لها قدرها في هذا البلد، ولذلك حتى لو احنا اشتغلنا في هذه القضيه، انا شخصيا متطوع باعتبار هذا جمعيه، انا الكتاب هجيبه لكم هديه لمجلس الاداره في خلال هذا الاسبوع، ونتعامل مع قضيه. اولا تامر النحاس موقوف، هذا موقوف بقرار من اتحاد الكوره عندهم، اللي هو وكيل اللاعبين الذي تعامل في هذه القضيه، اللي هو تامر النحاس يعني. كان تامر النحاس نفسه اللي كان ظاهر في الشاشه في الصوره. عندي تعليق على تامر النحاس بس بعد ما الامر الثاني، يعني انا يعني غير مقبول ان يقول السيد عبد القيعي احنا دفعنا فلوسنا كاش مش بالقسط، وانا كانه بيتريق، يعني مساله يعني في غايه الغرابه الحقيقه، في غايه الغرابه. الشيء الاخر الحقيقه انا سمعت الاستاذ محمد بيومي. الاستاذ محمد بيومي يعني طبعا هو حقيقه خبير في اللوائح والحاجات دي، بس هو مش قانوني، ما عندوش الحس القانوني الحقيقه، الليجل سينس ده مش موجود الحقيقه للاسف الشديد. ولذلك القضيه مش قضيه ان احنا العضو الثالث، لا ده هو التوقيع على عقدين في نادي، على عقدين، وهذا بتحكمها لوائح الفيفا الاتحاد الدولي لكره القدم. والعقد الان الحقيقه انا شفته على التلفزيون ده موقع يوم 29/7/2009 يعني معناها بعد الموافقه بتاعه نادي الاسماعيلي. يعني كلام حضرتك المفروض ان شريف ده يبقى منضم لنادي الزمالك وليس النادي الاهلي. اقول لحضرتك على حاجه، مش القضيه هذا اللاعب يوقف مباشره، هذه المساله يعني اذا احنا قلنا الكلام ده للكابتن. شكرا يا دكتور حسني، شكرا طبعا للمداخله الجميله دي. احنا قلنا للكابتن حازم امام هل الزمالك هيقدم باوراقه؟ لا، الكابتن حازم له راي في القصه دي، ولكن الراي الاول والاخير لمجلس اداره نادي الزمالك. معنا تليفون تاني حازم. نحاس تليفون انت حاجه المفارقه. نحاس ان اخو شريف هو معانا في النادي قال لك انا مش عايز اسم النحاس يتحط في العقد ولا انه ليه اي صفه خاصه، ان انا ده نبيل نبيل عبد الفضيل قال مش عايز اسم تامر النحاس يتحط في العقد ولا في ولا ليه دعوه، هو وكيل الولد. وانت قلت لي حازم برضو ان تامر كان قال لنا في المداخله بتاعته ان هو اللي جاب هو وكيل احمد جعفر بس مش هو اللي جابه. مش هو شايف ان نبيل كان سبب رئيسي ان الصفقه دي ما تمتش؟ مين؟ نبيل اخو شريف. اصل هي بص في حاجه فيش يعني تعامل مع الموضوع في حاجه فيش شويه، لان لما يبقى العقد يعني قصدي ما ينفعش ان يروح الاهلي غير لازم حد في الاسماعيلي عارف، لان انت طالع لك استغنى موجهه لنادي الزمالك، فان هو يروح الاهلي ما ينفعش. طبيعي انه هيرجع، لو ما راحش الزمالك هيرجع للاسماعيلي. ايوه ان هو لعيب على قائمه نادي الاسماعيلي لمده 4 سنين، فان هو يروح الاهلي فمعناها ان هو برضه اكيد واخد اكيد واخد حاجه من نادي الاسماعيلي ان هو يروح الاهلي. ما ينفعش يقول يروح الاهلي لوحده كده، يعني الاستثناء طلع للزمالك. يعني الوضع كده انا بتكلم في حاجه ان هو الاستثناء طلع للزمالك، يعني هو ما راحش الزمالك هيرجع الاسماعيلي، ولو هيرجع الاسماعيلي مش هياخد الفلوس اللي كان هياخدها مننا، هياخد اقل، لان هو كان بياخد عقده اقل، فاكيد هو مش عايز يضيع على نفسه الكلام ده. بس هو تامر وضح الحته دي، فواضح ان هو ايه بقى ليه قال لك ان هو قال لك انا هروح الزمالك او الاهلي، مش هرجع الاسماعيلي. يعني هو واخد قرار ان هو مش هيبقى في الاسماعيلي، هو واخد قرار ان هو لو راح الزمالك اوكي او الاهلي اوكي. انا بتكلم ان لازم مجلس اداره الاسماعيلي يبقى عنده علم بالكلام ده، لكن الواضح للناس ان هو ممكن يكونوا عاملين يعني عندهم علم ومش يعني الاستغنى موجهه لنادي الزمالك، فان واحد يروح الاهلي ايه اللي دخل الاهلي في الموضوع؟ يبقى اكيد الاسماعيلي عارف، يبقى اكيد الاسماعيلي عارف يعني ايه اللي دخل الاهلي في الموضوع. انا راجل انه جاي يستغنى لنادي الزمالك والوعيد مواضي لنادي الزمالك، فايه اللي دخل الاهلي؟ اكيد يبقى ما ينفعش يروح الاهلي لوحده كده، غير لازم يبقى واخد على علم الناس في مجلس الاداره. معانا مداخله ثانيه يا كابتن حازم. مهندس كمال اهلا بيك. جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا بسلم على الكابتن طارق اولا. اهلا بيك. والكابتن اشرف قاسم. اهلا بحضرتك. وبعدين الكابتن فنان الشعب الله يخليك الثعلب الصغير حازم امام، اللي والده شرف ليا ان انا كنت معاه بلعب في الزمالك. انا عندي 65 سنه دلوقتي.
مهندس اصلا، لكن كنت لاعب في الزمالك، ماليش الحظ ان انا اكمل بس من ساعه ما كنت في الزمالك وانا دمي كله زملكاوي، كله وروحي وعقلي وكله في الزمالك. يعني اتفضل سؤالك يا استاذ. سؤالك يا باشمهندس. ايوه سؤالك. سؤالي انا كنت يعني في كلام كتير قوي وبتمنى ان انا اقعد في وسطيكوا كده الاسبوع اللي جاي عشان الكلام الكتير ده، بس عاوز اقول نقطه واحده بخصوص، طبعا انا كنت عاوز اتكلم حاجات كتير على الفنان بتاعنا بتاع لعيب الصغير، لكن في حاجه مهمه بتاعت شريف عبد الفضيل لازم الناس تعرف، والناس اللي هنا واللي هنا مش عاوز احدد مين ومين، والناس اللي عامله نفسها مؤمنه. الاسلام بيقول ان ما حدش يعني يخش على شروه او حاجه، واحد بيشتري حاجه خلاص ما يزيدش عليها او يخش وياخدها وبتاع. الخطف ده غلط وحرام كمان. فلازم الناس دي تعرف اذا كنتوا يا ناس بتصلوا وبتعبدوا ربنا وبتخافوا ما تعملوش كده. الكره اولا اخلاق، وفين المبادئ والقيم؟ مش عارف الحاجات دي مش موجوده فعلا دلوقتي. شكرا يا استاذ كمال. شكرا مهندس كمال. شريف نخلص منه لان مش هنقعد يعني الموضوع ما يزعلش، يعني موضوع كبير زياده عن اللزوم. ما نزعلش يا جماعه، يعني احنا عندنا لعيبه كتير جدا احسن يعني وكويسه. شريف لعيب كويس طبعا، لكن عندنا ناس اللي هي اوقع في منتخبات مصر وبتلعب، فما نزعلش ان الموضوع ما يستاهلش كل ده يا جماعه. عندنا فرقه كويسه وعندنا لعيبه كويسه، جاي لنا ميدو احمد حسام من بكره ان شاء الله، وعندنا عمرو. يعني الموضوع يا جماعه هو غصب عننا حازم، لان ما تضايقوش، لان الموضوع مش مستاهل الزعل يا كابتن. انا معاك، ما ينفعش احنا عندنا عادي يعني هي بس عشان جلد الذات اللي هو شريف ليه عادي يعني. هي في منافسه بين الاهلي والزمالك. ما احنا السنه خدنا هاني السعيد واللي قبليه خدنا فتح الله، يعني في منافسه. فهو لو كان في زملكاوي واهلاوي السنه اللي فاتت برضه كنت هتلاقي في حوارات على هاني السعيد برضه. السنه مثلا اللي فاتت خدنا هاني السعيد من الاهلي، واللي قبليها كانوا عايزين فتح الله وخدنا فتح الله من الاهلي. يعني الموضوع مش وكسبوا هم الدوري السنه اللي فاتت واللي قبليها واحنا ما كسبناش حاجه. الموضوع مش اللي هو لازم اجيب ده، الموضوع مش ان انا اجيب، المهم ان انا اكسب يعني. مش حرب خطف لعيبه من هنا لهنا. انا بشوفها تفاهه والله العظيم، ويعني وناس بتنزل لمستوى ما ينفعش، المفروض ادارات تستعمل بهذا المستوى، ان انا انزل لمستوى ان انا اقعد اقول لا وغصب ولازم اجيبه عشان الاهلي. هل الجمهور هو بيبقى سبب في عامل ضغط طبعا على ناس كتير. يعني انا كنت شويه تليفون شريف عبد الفضيل عامل ايه؟ يعني حتى من شهر اقول لهم طب لو ما جبناش شريف ايه اللي هيحصل يعني؟ لا لازم نجيبه عشان الاهلي ما ياخدوش. طب وانا مالي؟ بس عشان كده مش عشان احتياج الفريق. لازم الفكر ده يتغير. ايه يعني ايه مدى حبي ان الاهلي ما ياخدوش؟ وبعدين يعني الاهلي بيعمل، في ناس يقول لك الاهلي بياخد اللعيبه مش الزمالك عايزها عشان الزمالك ما ياخدش. الكلام ده دلوقتي، لكن الاهلي هو بيبني فرقه، كان بيبني فرقته بس هو حصل السنه اللي فاتت الموضوع ده انت بتقول عليه ده. الاهلي لما خد الدوري 3 سنين والاسماعيلي سنه، عمل الاهلي ابتدى يبني الفرقه، ما عادش ياخد الناس اللي هو مش عايزها، ابتدى ياخد الناس اللي هو عايزها. احنا دلوقتي بنبني عايزين ناخد الناس اللي احنا عايزينها، لما نبتدي ناخد بقى الناس وناخد دوري ان شاء الله، يبقى نبص بقى في موضوع ان احنا نبوظ. معانا مكالمه من الاردن يا كابتن حازم. اشرف. الو. ايوه. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. مساء الخير يا كابتن طارق. مساء الخير يا استاذ اشرف. الو. انت هتقول مساء الخير بس يا اشرف ولا ايه؟ نعم. اشرف اتفضل. ايوه، وتحياتي للكابتن اشرف اسف. اهلا بيك يا اشرف. وبقول له شد حيلك، احنا عايزين نصعد الدوري السنه دي. انت من طنطا ولا ايه؟ طنطا ولا ايه يا اشرف؟ نعم. اهلا بيك يا اشرف. وتحياتي للكابتن الخلوق الكبير حازم امام. اهلا وسهلا. انا مشجع اسماعيلاوي. اهلا وسهلا يا فندم. فانا يعني مهما حصل هيضل الاسماعيلي والزمالك. طبعا. ماليش دعوه بمجلس الادارات، هيضل جمهور الاسماعيلي وجمهور الزمالك جمهور واحد، ومفيش حاجه هتفرقنا ابدا 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 مهما حصل. بالظبط. ففي نقطه انا عاوز اتكلم عليها. اتفضل. يا ريت كل الضجه هذه على شريف انا اسماعيلاوي، انا مبسوط انه مشي، لان السنه اللي فاتت كلها كانت مشاكل مع النادي الاسماعيلي، وكان سبب المشاكل الكابتن وكيل اعماله تامر النحاس. كان هو سبب مشاكل شريف عبد الفضيل مع الاسماعيلي. ازاي؟ كان شريف عبد الفضيل يعني كان شريف عبد الفضيل عقده اتعدل قبل الموسم ما يبدا. كان مجلس الاداره كان عدل له عقده، وساعه ما بعد مجلس الاداره المهندس نصر ابو الحسن ما جه كان عقده متعدل بقاله شهرين، عاوز يعادله ثاني، وبدات المشاكل، يلعب ماتش وينطرد ماتش. فاحنا كجمهور اسماعيلي احنا متريحين، والحمد لله احنا عندنا ناشئين طالعين كويسين. فيعني بالنسبه لشريف عبد الفضيل يعني لا هيأثر لا على الاسماعيلي ولا على الزمالك، وربنا يوفقه. شكرا يا استاذ اشرف. شكرا.
شكرا جزيلا. اتكلم في نقطه مهمه جدا يا حازم، العلاقه ما بين نادي الزمالك والاسماعيلي، العلاقه الازليه الجميله اللي موجوده. اعتقد ان انتوا كمجلس اداره حريصين ان هذه العلاقه تفضل موجوده. وقال حاجه حلوه، قال لك مالناش دعوه بمجلس الادارات، احنا الجمهورين. ايوه احنا فعلا مالناش دعوه، يعني مجلس الزمالك الاسماعيلي الناس دي بتروح وتيجي، لكن الجمهور هو اللي قاعد وباقي، واحنا في الاخر بنبقى جمهور، اللي بيطلع من المجلس بيقعد يبقى جمهور عادي. فاحنا مش يعني مهما كان احنا بنحب الاسماعيلي جدا، وكلنا بنعشق الاسماعيلي وبنحب نتفرج عليه وبنشجعه من قلبنا، مش بنشجعه عشان مثلا بيلعب حد تاني، لا بنشجعه عشان بنحب الاسماعيلي. فكلامه طبعا لا يؤثر تماما ولا ذره ان احنا ما نحبش. كلنا اسماعيلاويه اللي بيحب الزمالك بيحب الاسماعيلي جدا جدا، واعتقد ان هم نفس الكلام. انا بس عايز في موضوع كده معين، عايز معلش انا اخش في حاجه ثانيه خالص، بس انا عايز اشكر الدكتور مدحت الشاذلي جدا في موضوع شريف عبد الفضيل بالذات، لان الراجل ده زملكاوي جدا جدا جدا، وحاول يعمل حاجه كويسه جدا لنادي الزمالك، وخد الموضوع على عاتقه وكان بيدفع فلوس من جيبه عشان. فالراجل ده زملكاوي فعلا بشكره جدا، ويعني انا مبسوط ان او فخور ان في واحد زملكاوي زي دكتور مدحت الشاذلي بجد والله. معلش انا دخلتوه في حاجه ثانيه، لا بس انا اصل الناس دي لازم تعرف، الناس لازم تعرف فعلا ان الراجل ده في ناس رجال اعمال بيساهموا، يعني من غير انه راجل اعمال، لكن هو بيحب جدا الزمالك، عايز يخدم النادي من المكان، وبيجري على الحاجه اكتر مننا. انا قعدت معاه اكتر من مره، راجل جميل وبشكره وبقول له يعني متشكرين جدا على مجهوداتك فعلا. يعني حازم اسالك سؤال اخير كده، كان في سمعنا ان في مفاوضات مع محمد شوقي؟ لا خالص، ما فيش خالص يعني حتى تواجدك في انجلترا؟ لا والله انا ما شفتش ميدو حتى في لندن، ما شفتوش. انا كنت بتكلم معاه ما جالكش خالص يعني؟ هو في ديسبراس بعيده شويه، بعيده شويه من ديسبراس، لكن كلنا كنت بتكلم في التليفون يعني. لكن ما فيش مفاوضات مع محمد شوقي؟ لا ما فيش مفاوضات. طب معلش ممكن اقول؟ لا اتفضل. مش عارف ليه دايما الناس مستكتره على الزمالك ان يبقى في مجلس متفاهم. يعني انا فوجئت وانا في لندن ان انا كتب ان انا وكابتن ابراهيم يوسف واحمد جلال اتخانقنا مع ديك ستاين، نزلنا عملنا مشكله واحنا مع كابتن ابراهيم الكلام ده هنا. لا انا قاعد في لندن اساسا. طب يا جماعه، طب ليه؟ يعني انا بسال نفسي ليه يا جماعه؟ يعني ليه بتكتبوا ان احنا بنتخانق مع الناس وان احنا في مشادات؟ ليه؟ نفسي اسال ليه الاعلام او بعض الاعلاميين نفسهم يوقعوا الناس في بعض، او نفسهم ان احنا نبان قدام الجمهور ان احنا مش متفاهمين وان احنا بنتدخل. ليه ايه الهدف منه يعني ليه عايز توقع الناس في بعض؟ يعني انا بجد والله العظيم بلا نفاق الناس اللي موجوده في المجلس دي، يعني انا ما تتخيلش يعني مدى تأقلمنا وتفاهمنا واحترامنا لبعض. ممكن بنختلف لكن منتهى الاحترام. يعني اكيد مهندس رؤوف جسر ده راجل، امبارح كنا قاعدين واحنا او مع شريف ايام من يومين وهو بيعمل البيان، راجل قمه الاحترام والعقل والاتزان والاداره الحكيمه، راجل محترم جدا. كابتن ابراهيم يوسف انا غير شريف عبد الفضيل اعرفه كلاعب وكمدير فني، لما شفته في الاداره راجل فعلا يعني بيقول حاجات انا بتعلم وانا بقعد مع الناس بجد والله. بيقولوا حاجات برضه الواحد ذهنه ما يتفتقش ليها شويه. هم بيقولوا حاجات. كابتن ابراهيم بجد في الكوره جامد وقوي وفكره كويس، صبر يعني كلهم بجد. مش عايز عمرو الجناني ما شاء الله، يعني راجل هو السبب الرئيسي في موضوع ميدو. الناس كلها جميله وكلنا بنحب بعض، وهاني طبعا واحمد جلال وكله ومدام روكسات. لكن فيا جماعه سيبوا الناس تشتغل، سيبونا نشتغل، مش لازم تدخلونا كل شويه. ده عمل مشكله، اصل ابراهيم يوسف والكابتن ابراهيم اتخانق مع حازم، اصل الاثنين اتخانقوا مش عارف مع مين. كله يعني كله والله في اختلاف كله اي كلام. اختلاف يعني لو اختلفنا والله يا كابتن، لو اختلفنا ما بنختلفش لغايه دلوقتي الحمد لله، بس لو اختلفنا في حاجات في الصالح كلها باحترام وبنسمع الراي، ولو في حاجه كذا حد قال حاجه خلاص. طبعا بالكلام الجميل ده حازم، يعني انا عارف انت عندك خلصت معانا دلوقتي فرح. احنا طبعا بس لسه في سؤال مهم جدا يا طارق عشان الوقت اشرف. لا معلش في سؤال مهم جدا اخير يعني. بس دلوقتي موضوع اندرسون بعد انتوا كنتوا مصممين اللاعب، مش مصممين يا كابتن، كنت هقول لك السؤال ورد زي ما انت عايز. وكنت قايلين ان اندرسون ده لعيب كويس جدا ولعيب ممتاز ولازم ياخد فرصته. اختلاف وجهات النظر بينكم وبين الجهاز الفني او ديك ستان نفسه، ده ايه السبب يعني؟ ايه السبب في الصفقه؟ اولا الولد ده اتلبس لخالد رفعت، يعني كان خالد رفعت هو اللي جاوب بالعافيه. في ناس كده ان هو كانت جايب خالص. الولد ده بالظبط كلنا يوميا كنا قاعدين، المجلس كله شاف الحاجات بتاعته، وكلنا قلنا الولد ده جامد جدا جدا. ودينا الناس الحاجات دي مستر كاستالو كانت السيديات بتاعته، لا هو جامد جدا، فجبناه على هذا الاساس. يعني ما فيش حد، ما حدش يقول مثلا خالد رفعت او مش حازم او كابتن طاهر، ما فيش حد. كلنا كنا مهندس رؤوف، استاذ ممدوح وانا واحمد جلال وكابتن كله اجمع على انه كويس. كلنا كنا قاعدين وقلنا الولد ده كويس جدا. انت لو تشوف السدايه مارادونا في السدايه نفس الكلام. طلع غير
انا ما شفتوش ما اعرفش يعني. بس هو بيتكلم يا جماعه اديله فرصته. تامر جبناه هنا وقال ان هو كان بقاله 3 شهور ما بيلعبش يعني بس عايز وقت. ويعني احنا كنا بنقول طب اديله فرصه يلعب مع الاساسيين برضه. احنا بنلعب مع الاساسيين غير بتلعب مع الاحتياطي في اخر 5 دقائق تنزل كلكم على الاحتياطي دي ما بتبقاش. فهو الراجل مش مقتنع بيه يعني فخلاص راي فني خلاص. طبعا احنا عملنا ايه؟ ما احنا في الاخر هنعمل الورطه بتاعت بنفسخ مع العقد او بنشوف هنعمل ايه في موضوع العقد. مش هيتأيد لان الراجل مش عايزه. ما ينفعش افرض عليه واحد غصب عنه. هو تامر قال ان هتتحل هتتحل. كان النهارده المفروض عندنا قعده ما جوش يعني. احنا قال بكره هيعملها. هو الراجل ما لحقش يجي اللي هو الوكيل ما يعني كان النهارده عندنا قعده معاه المفروض عشان نخلص قبل بكره. واحنا بنقدم السبت عشان ما حدش يقول لنا ان احنا بنتدخل. الراجل سابينه تماما وهو اللي عامل الاسامي كلها وما حدش تدخل معاه في اي حاجه. جميل. وربنا يسهل يعني ان شاء الله. ان شاء الله يا حازم. طبعا اتمنى لك التوفيق والكلام الجميل اللي انت قلته قبل السؤال بتاع اشرف. الحقيقه يعني اسلك صدرنا والتفاهم واضح بينك وبين اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك وبين الناس كلها والجماهير متفائله يا حازم. والتيم اللي انتوا اللي بيتعمل دلوقتي والفريق الكوره اللي بيتعمل دلوقتي الحقيقه يعني اتمنى ان النتائج تظهر ان شاء الله في الدوري الممتاز وفي البطولات الاخرى. تمنياتنا لكم بالتوفيق ونشكرك على حضورك يا حازم. شكرا يا كابتن جدا. كل سنه وانت طيب. شكرا يا كابتن حازم. نطلع دلوقتي يا جماعه فاصل مع سوبر ستار مع حارس مرمى نادي الزمالك على مدار اكثر من 15 عام. 15 عام. طبعا حارس مرمى مصر ونادي الزمالك السابق كابتن عادل مأمور. ونرجع مع كابتن وائل الأباني.